ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ ايه ده يا معلم؟ يا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عندي كده جميع انواع الاسماك المملحه الممتازه. طب ما تعلي صوتك يا عم. عندي السردين ده سردين واكل جمبري. سردين ايه ده؟ ده سردين رشيدي، ده واكل جمبرري. الجمبري هو مش متخلل بجمبري، ده واكل جمبري. والله العظيم يعني هو بياكل الاكله منه. والله العظيم ده بياكل يعني الاكله هو واكل الجمبري. واكل الجمبري ده انضف اكله من السردين، يعني اكله اكله من السردين. لا والله. تلاقيه قلبه ابيض زي الفل كده، لان هو بياكل الجمبريه ذات نفسها ما شاء الله عليه. ده بيتاكل كده لحاله كده. ايه ده يا انس؟ ده حاجة كده بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. حلويات. الله. ايه بقى اللي هو ايه يعني؟ اسمه ايه؟ فسيخ. بس الفسيخ ده شكله جميل قوي، ايوه يا باشا. يعني مختلف عن اللي احنا بنشوفه. باشا معاك حاجة سوبر من الآخر. والله. والله. بسم الله. طب هو الفسيخ دوت الناس عايزه تعرف، هو بيبقى مالح بس ولا بيبقى في عادب منه؟ لا، في عادب وفي حادق وفي مظبوط. يعني في وسط وفي حادق وفي عادب. يعني ممكن حد ياكل الفسيخ ده معلوش ملح خالص؟ في ناس بتحبه عادي. تمام. طب هو في دول تانية بتعمل الفسيخ؟ مصر بس؟ مصر المشهور من ايام الفراعنه صح؟ أكلة فرعونية. طب بياخد قد ايه في الملح يا انس؟ على حسب بقى الجو وكده. يعني دي صنعه برضو، مش اي حد يشتغل برضو. طبعا. طب السمكه دي كام كيلو مثلا؟ دي او كام في الكيلو؟ يعني نص كيلو؟ 3 وحدات بيعملوا معاك كيلو. الثلاث وحدات؟ وفي سمكتين بيعملوا كيلو، في 4 بيعملوا كيلو. طب ايه رايك في الناس اللي بتعمل الفسيخ في البيت؟ والله بقى بتبقى ترجع للراحة النفسية، في ناس بتبقى مقلقة. بس مش هيطلعوا زي الجودة بتاعتك. أكيد طبعا. انت جودتك حاجة تانية. في البيت ما بتبقى زي المنتج اللي بره. طب امسك السمكة كده، امسك السمكاية. الله بسم الله، اللهم صل على النبي. تمام. الله ينور يا باشا. تقول السعر عادي ولا؟ لا ما تقولش؟ لا، السعر ده مفاجأة. مفاجأة؟ يعني انت بتعمل مفاجأة يعني من هنا من كفر الزيات؟ ايوه يا باشا. هو انت مكانك فين؟ احنا الفرع الرئيسي في بسيون. فين حتة اسمه ايه؟ استقال متوكل على الله عند مجلس المدينة. المتوكل على الله عند مجلس المدينة في كفر الزيات؟ عند مجلس المدينة برضه. برضه في كفر بسيون وفي كفر الزيات؟ طيب تمام يا باشا، صباح الفل، ربنا يرزقك ويرزقنا جميعا ويستر عليك. بس انت برنس يا انس والله. حبيبي يا باشا، نورتنا. جدا. وعندي سردين رشيدي كبير، وعندي سردين عماني، وعندي سردين بلدي وعندي انشوقه، وعندي جميع انواع المخلول، عندي البلدي وعندي الجامبو. طب ايه بقى الفرق بين الخلول دي مخلول انجليزيه، ودي مخلول، وده انجليزيه. الاسمر ده انجليزيه، دي بتبقى بلدي. يعني هي مستورده ولا جايه من البحر؟ لا كله البحر بتاعنا، كله البحر الابيض بس هي اسمها كده بس يعني. كله البحر الابيض المتوسط. بس هي ايه، بس دي اسمها انجليزيه ودي اسمها بلدي. البلدي دي المتراوح منها بيبدا الكيلو لحد 450 جنيه. في انواع طب دي بكام طيب؟ دي في عندي حاجات يعني مثلا لو مثلا حد عايز مثلا يعني في عندي حاجات عامله كيلو 120، عندي حاجات عامله كيلو 160، عندي حاجات عامله بالكيلو. انت بتبيع بالكيلو؟ ببيع بالكيلو وببيع بالربع كيلو وببيع وبراضي الزبون. يعني في زبون يعني بيجي وبرجعه عندي. ده سردين بقى. السردين ده يعني ايه يعني؟ مش فاهم. أكلة تانية بقى. بكام ده؟ ده ب 120. ده ب 120 الكيلو بتاعه؟ تمام. وانت كده بتحطهم على الفسيخه كده فوق الفسيخه؟ محبه. الراجل ده محترم يا جماعه والله، محبه يا جماعه، يعني ببلاش مجانا. هي محدش بيعمل الكلام ده يا جماعه. طب احنا بقى خلاص هناخد من ده بقى. هات لي سمكتين من ده ولا حاجه. ماشي. سمكتين من السردين ده. ما تعليش قوي. ها نص كيلو. بكام بقى؟ قلنا بلاش اسعار بقى يا عم. تقول بقى يا عم انس بقى بلاش اسعار، يعني مفاجاه. خلاص هو كده الراجل بيعمل واجب، يعني كده اسعاره هتبقى اقل من اي حد. اهو مجلس المدينه اهو. مجلس المدينه اهو. صباح الفل. صباح الفل يا متوكل. عندي بقى فسيخ تحفه مش موجود لا في كفر الزيات. فسيخ؟ عندك فسيخ؟ عندي فسيخ تحفه مش موجود. طب انا شايف حاجه غريبه عندك كده يا معلم. ايه وسع كده. بص دي هم هنا بيسموها مهريه. دي زي الانشوه بالظبط، زي الانشوه بالظبط. مهريه. الانشوه دي بتبقى زي الملوحه، هم بيسموها هنا ملوحه، اللي هي بتبقى ديت. بالراحه بس عشان اللي هي بتبقى ديت. بس ديت لها اكلها بقى، دي بتوضب بالزيت والليمون. لها اكلها عارفها.
والله. اكلها عارفها. بس وعندي غريبه قوي دي، يعني ده سردين برضه. ده سردين برضو. وفي ناس بتحبه يقول لك اسمه المهريه وبتاع. مهريه. طعمه سردين مهريه. طعمه. وعندك فسيخ. وعندي فسيخ تحفه مش موجود لا في كفر الزيات ولا في السوق ولا في نابلوس نفسها. يا راجل. دي حقيقي. ولا في نابارو كمان. كل اللي كان هنا اصل نابارو ديت يا باشا اصل الفسيخ. هو احنا المحله الكبرى برضو كان عندنا اصل الفسيخ برضو. طب هو فين الفسيخ ده؟ الفسيخ اللي كان عندي خلص، في عندي حاجات تحت التجهيزات هتطلع الاسبوع تمام الجاي. ماشي تمام. انت اللي بتعمله بايديك يعني؟ كل حاجه احنا نعبر عن جدا. تمام. طب انت مكانك فين يا باشا؟ انا مكاني هنا شارع الجيش قدام مطعم فليفه للفول. قدام مطعم فليفل للفول والطعميه في كفر الزيات. كفر الزيات بجوار ميدان اوسكار. جوار ميدان اوسكار. يعني لو حد عايزك يجي لك هنا، في ناس بتبقى عايزه ام الخلول دي ما بيلاقوهاش على فكره. والسردين المحد دوت والبتاع المهروسه دي. بقى انا موجود على ميدان اوسكار او شارع السيما او قدام مطعم فليفه للفول والطعميه وفليفه للالبان شارع الجيش، الاثنين جنب بعض. ربنا يرزقك يا باشا ويوسع عليك. انا معروف ان انا اسمي زقلوطه رزق البنات. زقلوطه؟ رزق البنات هي مرسومه على العربيه هي. ايوه زقلوطه. رزق البنات ام الخلول وموالح. يعني ايه زقلوطه بقى؟ سمكه زقلوطه دي سمكه ولا ايه؟ الزقلوطه ديت اسم الشهره بتاعتنا. ده رقم عندنا. ربنا يرزقك يا باشا. صباحك فل يا باشا. في ناس والله بتدور على الحاجات دي ما بتلاقيهاش والله. انا موجود 24 ساعه. عند مطعم فليفل، او قدام مطعم فليفل في كفر الزيات جنب اوسكار، جنب ميدان اوسكار. ربنا يرزقك يا باشا. انا وانت يا رب. صباحك فل. صباحك فل يا باشا.